غادتكم المغرب متطورة، غادتكم المغرب اقتصادها باهي وبنيتها التحتية باهية، غادكم شعبها المتفتح ومتخلق أحسن من شعوب شمال أفريقيا كاملة. عندكم عقلية التخلف وعقلية الحقد والكراهية. من وقتاش نقعدوا نعانيوا من التحكيم في الأندية الجزائرية؟ مازال دوك هذا الحكم كان مليح، وبعد واش داروا لك وباش هددوك؟ واش راهو حاكم عليكم فوزي لقجع؟ كل شيء مدبر بليل. الناس تخدم الحكام تتفاهم معاهم. شفنا المهزله تاع لا كوب دافريك، حنا اللي يجي يدي لنا حقنا. الجوار تاع اولمبيك اسفي كاين كونتاكت معناتها كاين بينالتي، نحلهم البيت. مهزله كبيره في ملعب 5 جويليه. هكذا اللي يجي يحقرك، هكذا اللي يجي يديلك حقك. قاره لاعنه وفساد كبير 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 راهو ينخر في مقر الاتحاد الافريقي لكره القدم. وقتاش نقعدوا نعانيوا من التحكيم في الانديه الجزائريه؟ مازال ما حفظناش الدرس، مازال ما حفظناش الدرس جيدا. الناس تخدم الحكام تتفاهم معاهم. شفنا المهزله تاع لا كوب دافريك، حنا اللي يجي يدي لنا حقنا. الجوار تاع اولمبيك اسفي رفد رجلو، كي رفد رجلو قاص في رجل خالدي، كاين كونتاكت معناتها كاين بينالتي، نحلهم البيت. مهزله كبيره في ملعب 5 جويليه. هكذا اللي يجي يحقرك، هكذا اللي يجي يديلك حقك. هذا الحكم كيفاش داوه يدير كوب دي موند ما على باليش. دوك هذا الحكم كان مليح، وبعد واش داروا لك وباش هددوك؟ واش راهو حاكم عليكم فوزي لقجع؟ كل شيء مدبر بليل. هكذا ما تقدر تدير ولو. بالله عليكم القائمون على شؤون كرة القدم الجزائرية، الأندية الجزائرية ما كاش اللي يحميهم، ما كاش اللي يوقف معاهم، ما كاش اللي يدير حسابه، ما كاش اللي يقرأ حسابه في هكذا مباريات كي تلحق المنافسة متقدم الدور تاعها كما اليوم نصف نهائي كاس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم. سبحان الله، ياكو شفتوا واش صرا في مباراة الهلال السوداني ونهضة بركان؟ لاعبين بجوار على بالكم وصرا رفضوا لهم الطعن تاعهم، وراهم هكذا وحدهم يجري ويهددوا. هذه هي دوك الكولسة والكولسة ثم الكولسة. احنا ماشي موالفين نديروها، بس على الأقل ما راناش نقولوا نديروا كولسة، رانا نقولوا فقط ما يديوناش حق الأندية الجزائرية تاعنا، ما يديوش حق الأندية الجزائرية كسيسوا السيربي ولا الياسما ولا نادي جزائري آخر يلعب في المنافسات الإفريقية. لأنه هنا دوك انت كي تشوف واش صرا اليوم في هذه المباراة والقرارات التحكيمية، لأن نشوفها أنه مهزلة من حكم خيروه باش يدير كوب، غير حبسوها، إلا قدرتوا غير نحوه، عاودوا جيبوا أربيتر من الطليان ولا ديروه، نحيو لي زاربيت تاع لافريك، نحيو لي زاربيت تاع لافريك، واحد فيهم ما يصلح غير غربال فقط. شوف مستوى غربال في المباريات اللي يديرها في لا ليغ دي شامبيون تفهم يا سبحان الله. صراحة مهزلة كبيرة، حتى المباراة من الناحية الفنية ما تقدرش تهضر عليها. أنا قلنا سيطرة كلية، ضيعوا العديد والعديد من الأهداف في هذه المباراة. خلاص 0-0 نتيجة مفخخة. أنا أشوف أنه كي تتلقاش هدف مهم جدا تروح دوك تلعب في أسفي بالمغرب، تغلق وتسنى، وأي فرصة يماركيوها يتحسب لهم زوج. وإن شاء الله كل التوفيق لفريق اتحاد الجزائر، كل التوفيق لشباب بالوزداد. خليونا رايكم في المهزله التحكيميه هذه، خليونا رايكم واش صرا في هذه المباراه اللي احتضنها ملعب 5 جويليه وانتهت ب0-0 بين اتحاد الجزائر واولمبيك اسفي. قولوا لنا رايكم ايضا في القرارات التحكيميه، وش قال زكريني خبير التحكيم في التلفزيون الجزائري عن هذه القرارات اللي كان بطلها الحكم المصري اللي هو مونديالي، والله غير ماتش في حومه ما نعطيهولوش. السلام عليكم. الحكم دار غلطة كبيرة، الحكم تغاضى عن ركلة الجزاء لأنه ما حبش يطيح كلمته. اللاعبين يخافوا، اللاعبين يقول لك هكذا معناتها فيها إن، لأنه كاين يعني كوارث تحكيمية وفضائح تحكيمية ومهازل تحكيمية في قارة إفريقيا، في كأس إفريقيا، لا كوب دافريك، العالم قاعد يشوفوا صاروا مهازل. فما بالك بمباراة نصف نهائي كاس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم وطرف فيها نادي جزائري، والمهازل ما حبتش تخلص. ركلة جزاء واضحة وضوح الشمس لاتحاد الجزائر، عيطوا له الفار باش يشوفها،
قال لهم لا بالسيف لا علاه باسكو هو قال ماشي بينالتي وعطى صفراء لخالدي. بصح انا كي نشوف انا البينالتي هذيك والمهزله اللي دارها حكم مونديالي اللي هو حكم مصري وبعد زيد يجي يدير مهزله وفضيحه اكثر منها، البالون قاسو والله ما على بالو بلي قاسو حتى كمل لاكسيون ماركاو الياسما فرحوا جازوا دقائق عيطوا له الفار قالوا له لا غير قاستك قاستني نروح نشوف الا قاستني والله ما على بالو ما على بالوش. هذا الحكم يا أهل الخبرة والقانون يمكن أنا مش فاهم لما يكون في تسلل والتسلل صحيح يخش جون، هل الجون دوت حقيقي ولا مش حقيقي؟ يتحسب ولا ما يتحسبش؟ الطبيعي إنه يتلغى وما بعدها. أما النهارده الحكم المصري في مباراة أولمبيك أسف المغربي واتحاد العاصمة الجزائري كان ليه اختراع وقانون جديد، لغى الهدف ولكن قال له والله لازم أدي اتحاد العاصمة الجزائري على أرضه فرصة إنه يجيب جون، راح طارد حارس المرمى ومدي 10 دقايق وقت بدل ضايع. امين يا عمر انت عارفينك بتعمل ايه مجاملاتك في الدوري المصري للنادي الاهلي المصري، اما انت سمعتك ده انت رايح كاس العالم والفار استدعاك كل ده علشان تدي فرصه ازاي يكون في فرقتين من الجزائر في نصف النهائي ولا واحده تصعد للنهائي بعد فوز الزمالك امس على شبيبه القبائل، والنهارده تعادل بطعم الفوز لاولمبيك اسفي في قلب الجزائر. اعمل لايك واعمل بارتاج وانزل قول لي دلوقتي في حاله تسلل والتسلل صحيح، جه جول لاتحاد العاصمه الفار لغاه بداعي التسلل، ده طبيعي. اما امين عمر ليه وجهه نظر تانية، يقول لك اصل حصل اصطدام ما بين المهاجم وما بين الحارس، اقوم طارد الحارس. لا طب ما انت لغيت الهدف، طب ما اولى بقى تحسب الهدف بما ان انت شايف كده والاثنين اتخبطوا ببعض. لا طرد حارس المرمى اولمبيك اسفي حمزه وقال لا ندي 10 دقايق وقت بدل ضايع، رغم ان الحاله كلها لا تتعدى 3 دقايق. الو فين بقى المغرب والكولسه؟ فين المغرب دايما بيتجامل؟ لا المغرب النهارده بيتظلم ظلم مبين في الجزائر عادي. الكولسه النهارده مش هتصعد، مش هيقولوا اولمبيك اسفي وفوز الاكجر، ما هيقولوا ايه؟ هيداروا خيبتهم ازاي وهم متعادلين النهارده من الفريق المغربي مش عارفين يفوزوا، وامبارح الزمالك عملها مع شبيبه القبائل. لن ينجح ولا فريق جزائري في كاس الاتحاد الافريقي، وكده كده نصف النهائي بلا فريق جزائري، فده الطبيعي وده الحجم الطبيعي للكلام. للوكلوك هم فرحانين بيلوكلوكم بس على السوشيال ميديا، شغل واقع. مع السلامة. النهاردة إن شاء الله المباراة القادمة يكون أولمبيك أسفي قادر إنه يفوز في مباراة العودة، عشان بقى محدش يقول لي كوسة، محدش يقول لي فوز الأكجر على أرضك وسط جمهورك في مباراتين ما عرفتش تفوز، مرة مع الزمالك ومرة مع أولمبيك أسفي المغربي، وإن شاء الله نهائي مصري مغربي ويكون الغلبة المرة دي للزمالك، المرة دي بجد. احنا عندنا ايقاف قيد وعندنا فسيبوها لنا بعد اذنكم يا مغاربه. دي قاره لاعنه وفساد كبير راهو ينخر في مقر الاتحاد الافريقي لكره القدم، وما كان حتى فريق جزائري في الوقت الراهن يقدر يلعب ويقدر يتوج بلقب افريقي. ما كانش بالتحكيم هذا وبالفساد هذا. اتحاد العاصمه اليوم تعرض لظلم تحكيمي كبير. عمري شفت انا ظلم تحكيمي كما تاع اليوم تاع اتحاد العاصمه، وراني متضامن مع اتحاد العاصمه. ركله جزاء شرعيه وهدف ملغي بطريقه تحبس لك راسك. شوف هدف اتحاد العاصمه يلغى، الفار يتصل بالحاكم ويقول له عاود ارجع للفار، الكره راهي لمستك. يعني اربيتر هذا الحاكم المصري هذا ما حسش باللي الكره لمسته، حتى الفار يعيط له يقول له الكره لمست لك. يعني قسما بالله الظلم التحكيمي تعرض له اليوم اتحاد العاصمه خوتنا، ظلم تحكيمي. والشيء اللي صار لاتحاد العاصمه هذا راح يصرى لاي فريق جزائري يلعب منافسات قاريه. هذه هي. شوف مليح، شوف الياسما اليوم كيفاش هذه ماشي بينالتي. شوف رجلو مرفوده، لاربيت عيط له الفار، احتكاك واضح، الفار شافوها بالتلفزيون وبلاقاطات بطيئه، يروح لاربيت و90% لي زاربيت كي يعيطوا لهم الفار يفاليديو، خاص يدو في التلفزيون راهو يشوف الزاويه من عده لقطات. انت راك سير تيران كيما السير بالبارح تفاليدي، ومن بعد بيت الياسما
انيولي تانيك. اسمع مليح، مانيش نقول لك بلي سبب الاداء السيء تاع اليوسما اليوم لاربيت، لا بصح كي يكون عندك هدف ملغى وعندك ركله جزاء واضحه لا تحتسب، الحكم اثر على نتيجه المباراه بشكل مباشر وفي ستادك. دير ما همش حابين ان كلوب الجيريان يكون في لافينال، ما تلعبش فينال، ما تلعبش، ماشي صدفه. شوف البارح تولي الفار سيربي باينه بلي حيانيولي البيت، انا كنت اسيوري رجع للفار حيانيولي البيت. اليوسما اليوم يرجع للفار، لا ما يفاليديش البينالتي، ما كاش نادي جزائري في النهائي. هي مانيش حاب نكونسونطري بزاف مع الاربيتراج، خاطش الامر ولا مقصود وموجه وثابت الاتجاه، كونتراك. واش رانا نشوفوا توجه مؤسسي بلي ما يكونش كلوب في لافينال. دوك تقول لي كيفاش ومؤامره يا خو كي يكونوا لي ديسيزيون كونتراك تخبط في يدو السيد في نيجيريا ما يمدكش بينالتي، سيربي يعيطوا له البارح 99% راح يغني لك البيت، يعيطوا له اليوم الفار ما راحش يفاليدي لك البينالتي، تماركي بيت براسك ما يتحسبش في ستادك. شغل هاد الشواهد كاع الا تقدر تغمض عليها مع عينك ما انت مهبول علينا. بصح كي نخرجوا من الاربيتراج، اليوسما اليوم الاداء تاعها ما كانش كافي باش تقدر تحقق الفوز رغم هذا الظلم التحكيمي. بون ان شاء الله في الروتور يكونوا خير ويتكاليفي.